يعني انا موضوع زواج مرموش ولا موضوع اقطاع عبد الله وهو طلع بعد ماتش انبي طلع في تصريح وبيتكلم وبيبارك للمنتخب وان هم اخواته ويا رب يكسبوا، بس من جواه زعلان باين عليه الزعل. والموضوع الثالث هو مجدي عبد الغني طلع يقول لك ايه؟ طلع يقول لك احنا المفروض نكسب نيوزيلندا عشان وراكهم بيضه او فخدهم بيضه لا مؤاخذه في الكلمه. ورابع حاجه وايقافات الزمالك، حوارات دايره النهارده. اولا لو هنبدا من ايقافات الزمالك انا عايز افهم شويه حاجات. نادي الزمالك ده اللي بيديره، يعني نادي الزمالك ده المفروض مؤسسه رياضيه في مصر. انا راجل محايد، ده تيشيرت الزمالك وده تيشيرت الاهلي، فلما بطلع اتكلم ما تبصليش للون، اتكلم من واحد بيبص للموضوع بشكل حيادي. ايقافات الزمالك هو اللي بيدير الزمالك، شويه سرسجيه شويه عربجيه، يعني ده لكل حاجه عندهم المفروض يبقى فيه اداري، يعني الكوره اداري اللي مش عارف ايه اداري، والفوق المدير في مدير، وده مؤسسه. النوادي دي بتبقى مؤسسات. فازاي نادي الزمالك واصل بالحال ان يبقى عليه قضيه من صلاح مصدق بالطريقه دي؟ صلاح مصدق يعني في قواضي جديده، قضيه صلاح مصدق عايز 750 الف دولار. وات وز وبط 750 الف دولار لصلاح مصدق. القضيه الثانيه وهي قضيه عمر فرج. عمر فرج بقى موضوع عمر فرج، لا دافعين فلوس للنادي بتاعه ولا دافعين فلوس لعمر فرج، وفسخ التعاقد من جانب واحد، وعمر فرج وفريقه طالب 1,500,000 او 1,600,000 دولار. وات وز وبط يا ابويا، يعني 1,600,000 دولار وعندك هنا عشوة ميه يا ابويا، ما فيش ميه. هنا 1,600,000 دولار وهنا 750,000 دولار، ده فوق الفلوس اللي عليك. ده في حاله ان هو ممكن يتوقف قيد لنادي الزمالك 3 فترات تأديبيين، يعني فترات تأديبيه ان هو فسخ التعاقد من جانب واحد، عشان بتحصل بسبب ان اللي بيفسخ تعاقد من جانب واحد بياخد الفترات التأديبيه دي. بس هي حصلت لحد الان، الزمالك نفى ما حصلش، فما عندناش المعلومه. فانا مش فاهم اداره الزمالك مش قادره تمسك النادي ده. مرتضى كان رحمه يا ابويا، يعني بعيدا عن بس مرتضى كان رحمه، يعني مرتضى كان بيجيب بطولات في العاب الصالات، كان بيعمل نتائج، كان بيعمل. فاللي انا شايفه ده استخفاف بالعقول. مفيش يا ابويا مفيش، يعني احنا لولا روح الجماهير ما كناش هناخد الدوري، يعني لولا الجماهير ما كانش الزمالك خد الدوري ولا كانت البطوله بتاع الدوري جت في بيت الزمالك. انما اللي بيحصل ده انا عايز افهم له وجهه نظر، مش فاهم. اكتب لي في الكومنتات لو انت فاهم. الموضوع الثاني اللي معايا موضوع اقطاع عبد الله. اقطاع عبد الله طلع في فيديو بيبارك للعيبه وبيساندهم ويقول ان انا واقف في ظهرهم. انا بصيت لمنظر الواد ده وربي صعب عليا، يعني اقطاع عبد الله في الموقف ده عرق يا ابويا صعب عليا. حسيته كده اتكسر، حسيته كده اتحط عليه، حسيته كده اتداس عليه، حاجه قسما بالله تحزن. فموضوع اقطاع عبد الله ده قسما بالله يعني حسام حسن، انا لو قصه ان هو كان رايح الاهلي وما راحش الاهلي عشان كده سابه ورايح بيراميدز، لو الموضوع ده صح فقسما بالله حساب ربنا بالنسبه لحسام حسن يوم القيامه هيبقى كبير، عشان ان انا اكسر لاعب وادوس على نفسيته بالطريقه دي حاجه تزعل. الموضوع الثالث واللي معايا والمواضيع المهمه مجدي عبد الغني بيقول لك ان اللي هيروح يعني انا مش عارف انطقها. مجدي عبد الغني بيقول لك المفروض نكسب نيوزيلندا عشان فخدهم بيضه. وات وز وبط يعني ايه برضه؟ يعني نكسب الزمالك ازاي او نكسب نيوزيلندا عشان فخدهم؟ ايه علاقه الفخاد يا ابويا؟ يعني انت مجدي عبد الغني انا بحبك، يعني انا بس تصريحات مستفزه يا ابويا. يعني ايه الفخاد؟ ايه علاقه الفخاد بالمكسب؟ يعني عشان بيروحوا. بس بعيدا عن الكلام ده، هو بجد اتكلم في حته ان احنا 48 منتخب، وفعلا احنا 48 منتخب، فالمفروض اقل حاجه نصعد من دور المجموعات. انا شايف ان صعودنا من دور المجموعات المفروض ده البديهي، عشان احنا في الاول كنا 24 منتخب، دلوقتي زادت بقت 48 منتخب، عمرنا ما صعدنا من دور المجموعات. فالموضوع مستفز يا ابويا، الموضوع بقى مستفز وزياده عن حده. فصعودنا من دور المجموعات ان شاء الله هيبقى شيء حتمي. ساعتها حسام حسن هيقول لك انا اللي صعدتكم، مع ان احنا 48 منتخب 105 فريق بيلعبوا في البطوله، لا برضه انا اللي صعدتكم. انا حسام حسن اللي ما فيش مني اتنين، وانتوا اللي هتجددوا لي. الموضوع الاخير هو موضوع عمر مرموش. انا حاسس ان عمر مرموش بقى متنك على المنتخب. يا ابويا ده واخد اذن من المنتخب، يا ابويا واخد اذن واحنا هنلاعب البرازيل. ده البرازيل فريق ماتش ودي ايه ده؟ ودي ده يبقى خالك. ودي ايه يا ابويا؟ احنا بعيدا عن ودي، انت داخل على كاس عالم، ده وقته ان انت تتجوز فيه، يعني بما يرضي الله ده وقت. طب خلص كاس العالم واتجوز. انت بتتجوز قبل كاس العالم ليه؟ ايه اللي انت عايزه؟ يعني ايه اللي عايز توصل له؟ عايز تبين ان انا الفرده اللي في المنتخب؟ عايز تبين ان صلاح خلاص هيسيب المنتخب وانا اللي انا بالنسبه لي خلاص المنتخب بالنسبه لي اللي كان يتمنى يروحوا؟ فعيب يعني واللي بيدافع عنه بيدافع. بصوا يا جدعان، الناس بتحترم وبتدافع عن الالوان، يعني
يدافعوا عن الاهلي، يدافعوا عن الزمالك عشان خاطر الالوان. لما اتكلمت على الواد الصغير اللي عنده 18 سنه بتاع المنتخب ده، اللي اسمه ايه بتاع برشلونه ده، طلع كل الاهلاويه هاجموني الفكره ايه؟ لا ده انت بتغلط. هو والله العظيم انا عارف ان هي مش قصتهم قصه اللاعب، ده هي قصتهم قصه الوان. اللاعب كان اهلاوي فلازم نطبل ليه. دلوقتي عمر مرموش هو القوه بتاع المنتخب فلازم نطبل لعمر مرموش، سواء اللي عمله مرموش صح او اللي عمله مرموش غلط. فانا ما بقتش شايف حاجه يا جدعان، اللي شاف وجهه نظر يكتبها، واللي شايف حاجه